القبطان نور بيحذر يا جماعة محدش يقفل النور يوم 15/7. طبعا قبطان نور معروف جدا وليه فيديوهات كتير على السوشيال ميديا، على التيك توك واليوتيوب، وعامل محتوى. القبطان ده موجود في سفينة طبعا في البحر المتوسط. قبطان نور طلع وحذر يا جماعة محدش يقفل النور يوم 15، انها تحصل كوارث قادمة. وطبعا تنبؤات البحر قال ان تنبؤات البحر طبعا وغليان المية في البحر يوم 15 هيحصل كوارث جامدة جدا 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 في البحر. فخلوا بالكم محدش يا جماعة يقفل النور، تحذير ان ممكن اي حاجة تحصل من الخونة اللي بيجوا من بره والعملاء طبعا والخرفان اللي قاعدين بره، وممكن يعملوا اي حاجة. وطبعا كان في حملة اسمها حملة تكسير عظام، ان الناس تقفل النور يوم 15/7 نص ساعة بس. ما يقفلوش النور بس، ده يقفلوا العمومي كله في البيت كله. طلعت الارصاد الجويه وقالت ان مفيش اي حاجه هتحصل ان شاء الله يوم 15، ومفيش اي تقارير جت ان في كارثه هتحصل في البحر المتوسط، وان شاء الله مفيش اي حاجه هتحصل. وبيقولوا للناس وبيحذروهم محدش يا جماعه يقفل النور يوم 15، عشان طبعا الخونه والعملاء اللي قاعدين بره والخرفان ممكن يعملوا اي حاجه في النص ساعة اللي هتقفل فيها النور ده. فتحذير لكل الناس محدش فعلا يقفل النور ده. وبالنسبة للكوارث القادمة، طبعا طلع هيئة الأرصاد الجوية قالت إن مفيش أي كوارث ولا في أي حاجة هتحصل في البحر، ولا في تسونامي هيحصل زي ما قال القبطان نور. وطلعوا وطمنوا الناس كلها. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا، تدوس على علامة الزائد اللي على صورتي عشان يجيلك كل جديد.